اهلا بيكم حبايبي طلاب الصف الرابع. انا مس ندى ودي قناة انجليزي بشكل تاني. يلا بينا اوريكم واعرفكم ازاي تقدروا تكتبوا باراجراف بدون ما يكون في حصيلة لغوية عندكم. ازاي يا مس ندى؟ هو ده معقول؟ ايوه. طيب ايه المطلوب مني؟ المطلوب هو ان انا اكون بس عارف تصريفات verb to be. verb to be بستخدمه ازاي؟ بمنتهى البساطة هو عبارة عن am و is و are والتلاتة بمعنى يكون. am بتيجي مع I، he و she و it بيجوا مع is، و they و we و you بيجوا مع are. تاني حاجة بستخدم التايتل، العنوان بستخدمه هحطه في جملة. تالت حاجة ال helping words، الكلمات المساعدة. طب تعالى نطبق بشكل عملي. الباراجراف ده موجود في كتاب الجيم وبيقول لي animals in Egypt، الحيوانات في مصر، في unit 2. طيب جايب لي helping words السبايدرز والدينجرز، العناكب وكلمة خطير. طيب تعالى اما اقول لك يلا نبدأ. there are a lot of animals. there are a lot of animals يعني يوجد الكثير من الحيوانات in Egypt في مصر. انا كده استخدمت الايه؟ التايتلز. انا بس حطيت there are a lot of وحطيت التايتل كله على بعضه animals in Egypt. there are a lot of animals in Egypt، يوجد الكثير من الحيوانات في مصر. طيب بعد كده هحط الفول ستوب بتاعتي وابدأ الجملة جديدة وذا كابيتال ليتر، واقول ان بعض الحيوانات بتكون خطيرة من ال helping words الكلمات المساعدة هي dangerous. طيب some animals are verb to be dangerous يعني بعض الحيوانات بتكون خطيرة. but لكن they are important لكنها تكون مهمة. verb to be استخدمت verb to be. بعد كده حطيت الفول ستوب بتاعتي وبعدين بدأت with a capital letter وقلت spiders من الكلمات المساعدة يا شباب. spiders are helpful، العناكب تكون متعاونة. وبعدين عملت في الآخر جملة لطيفة وقلت farmers المزارعين like spiders يعني المزارعين يحبون العناكب، طبعا بيساعدوهم. طيب اقول الباراجراف تاني بشكل سريع. انا ما استخدمتش يا جماعه غير التايتل وفيرب تو بي والكلمات المساعده بس. there are a lot of animals in Egypt. some animals are dangerous but they are important. spiders are helpful. farmers like spiders بس. طيب لو انا بقى يعني مذاكر كويس وفي الجرامر كويس وفي تكوين الجمله كويس وعايز باراجراف يكون على مستوى كويس، يعني يحسس المدرس كده وهو بيصحح ان هو ايه، يعني ان انا طالب شاطر. طيب يلا بينا. لو عايز اعمل باراجراف قوي عن الانيمالز ان ايجيبت الحيوانات في مصر، يا ترى هكتب الباراجراف ده ازاي؟ هكتب الأول نفس الجملة اللي كتبتها في الباراجراف التاني there are a lot of animals in Egypt، ودي مقدمة لطيفة جدا. like مثل snakes and crocodiles زي الثعابين والتماسيح. وبعدين ما تنساش الفول ستوب بتاعتك don't forget it. sometimes we think some animals are scary and ugly. بعض الأوقات بنعتقد إن بعض الحيوانات بتكون مخيفة scary and ugly يعني قبيحة. وقمت عاملة الكومة بتاعتي وقلت but لكن they are important لكنها تكون مهمة. spiders aren't scary العناكب ليست مخيفة. وحطيت الفول ستوب بتاعتي وقلت they eat insects هي بتاكل الحشرات وعشان كده هي بنعتبرها متعاونة. they eat insects they are helpful هي بتكون متعاونة. طيب again أقول تاني الباراجراف معاكم there are a lot of animals in Egypt like snakes and crocodiles. sometimes we think some animals are scary and ugly but they are important. spiders aren't scary, they eat insects, they are helpful. Bye.